عادة بالغربة بنسأل الواحد كيف بتعرف بلادك وإنت بعيد عنها؟ الفلسطيني ممكن يختصر الإجابة لو بس حكى بشمها. البلاد مش بس صور بهوياتنا وذكرياتنا، البلاد ريحة ما بيملك سرها إلا اللي جبل طينته بميتها، ريحة الأرض بجبال الخليل مع أول شتوى، وريحة المرامية اللي بتفوح من شبابيك بيت حنينة بالقدس العتيقة، وكأنها بخور بطهر الروح من تعب الحواجز. وبغزة الريحة مزيج بيحير، ريحة يود البحر بمينا الصيادين مع ريحة الياسمين اللي بيحاول يغطي على ريحة البارود. وبنابلس ريحة الصابون والزعتر اللي بتدوخك حواري حي القصبة بالبلدة القديمة. هاي الروايح وغيرها أكتر هي اللي بتعمل عطر واحد اسمه الوطن. عطر بجمع مسك المساجد وبخور الكنايس ليصير بخور الروح اللي بحمينا من النسيان. أما بالشتات البلاد بتصير علبة زعتر أو فلفل أحمر مهربة بالشنطة، أو غصن مرمية ناشف بيساوي كنوز الأرض. هناك منغمض عيوننا ومنرجع أطفال منركض بالحواكير. ريحة خبز الطابون هي اللي بتكسر برد المنافة، وهي اللي بتصحي جواتنا اليقين إنه ريحة بلادنا راح تضل أبقى من ريحة الدمار. البلاد بتعيش بأنفاسنا قبل ما تعيش ببيوتنا، هي الخريطة اللي ما حدا بيقدر يصدرها، ريحة الأرض لأصحابها ومهما حاولوا يشوهوا المعالم بتضل ريحة الزعتر والزيت بتحكي لكل غريب إحنا هان ولسه ضايلين. فلسطين